هل فكرت يوما ان مستقبلك كله ممكن يتغير بقرار واحد بس؟ قرار يمكن يطلعك من القاع للقمة. طيب خليني اسألك، ايش اللي يفرق بين طالب دايما ساق وطالب اسمه يطلع كل ترم في لوحة الشرف؟ القصة اللي راح تسمعها اليوم مو خيال، هي قصة واقعية صارت لشاب كان ممكن يكون ولا شيء لكنه صار كل شيء. شاب كان زي كثير من الشباب، كسل، تسويف، ضياع وقت، تهرب من المذاكرة، ودايما يبرر فشله انه ما اقدر، ما احب الدراسة، المدرسين ما يفهموني. اسمه كان محمد. محمد كان دايما الأخير في صفه، ما في أحد يتوقع له خير، المدرسين فقدوا الأمل فيه، أهله يشتكوا من تقاريره كل نهاية. لكن في يوم صار شيء غير كل شيء. كان جالس في غرفته ماسك جواله يضيع ساعات في التيك توك واليوتيوب، وفجأة وقف الفيديو اللي قدامه وطلع له شخص يسأل سؤال بسيط: تتوقع مستقبلك بيتغير وانت ما غيرت نفسك؟ إلى متى بتلوم الظروف؟ هل انت فعلا ضعيف ولا انت بس تبرر لنفسك؟ محمد وقتها ما قدر يكمل الفيديو، شيء داخله انكسر، بس في نفس الوقت شيء ثاني اشتعل. قرر من هذيك الليلة انه يغير نفسه، لكنه ما كتب خطة 10 خطوات، ولا جلس يدور افضل طريقة للمذاكرة، ولا حمل تطبيقات انتاجية. قرر شيء واحد بس، انه يتسلح بالإرادة. الإرادة، الشيء الوحيد اللي ما تحتاج فلوس ولا شهادات ولا معارف علشان تملك، الشيء اللي اذا قررت تمتلكه يرفعك فوق ناس اذكى منك واغنى واحسن منك تعليم. من بكرة صحى محمد بدر، فتح الكتاب وحاول يذاكر. كان مخه رافض وكان يمل بسرعة، بس كمل. ما اعتمد على الحماس، اعتمد على الإرادة. كان يتذكر كل لحظة سقط فيها، وكل مرة ضحكوا عليه، وكل نظرة خيبة من أهله. وكان يقول لنفسه: أنا ما راح أكون الشخص اللي يستسلم بعد أول تعب، أنا قررت وأنا راح ألتزم وأنا راح أنجح. أسبوع ورا أسبوع بدأ يتحسن، ما صار الأول على طول، بس طلع من ذيل القائم. صار يسمع كلمة أحسنت من أستاذه لأول مرة. أهله بدأوا يلاحظون الفرق، وبعد سنة محمد صار من العشرة الأوائل، وبعدها بسنة ثانية صار الأول على دفعته، وتخرج بتفوق، وحصل منحة، وكمل دراسته برا، ورجع شخص ثاني، شخص يلهم الكل. هل محمد كان عبقري؟ لا. هل تغيرت الظروف؟ أبدا. هل صار له معجزة؟ لا، هو بس قرر يكون صاحب إرادة. الرسالة لك الآن: إذا كنت تحس إنك فاشل، متأخر، ضايع، ما تحتاج دورة ولا كتاب ولا خطة معقدة، أنت تحتاج قرار تقول فيه أنا أقدر، وإذا فشلت اليوم راح أنجح بكرة. قرار تقول فيه أنا المسؤول عن مستقبلي وما حد راح ينقذني إلا أنا. لا تسمح لأحد يضحك عليك ويقول إن الإرادة ما تكفي. هي يمكن ما تضمن لك النجاح من أول مرة، لكنها تضمن إنك ما تبقى في مكان. وقبل ما أنهي، اسأل نفسك هالسؤال: إذا محمد قدر يغير حياته بقرار واحد، ليه أنت ما تبدأ اليوم؟ وش تنتظر؟ اللحظة المناسبة، ولا الناس يشجعونك، ولا ظروفك تتحسن؟ الحقيقة إن اللحظة المناسبة هي الآن. ابدأ، لأن بكرة راح تشكر نفسك وتشكر الله.